مسؤول في اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب يعقب على كلام الكابتن ويقول هناك 2 من اللاعبين اللي موجودين في القائمة الرئيسية للفريق اللي هم الكابتن مروان لوداني وطارق تيسودالي وصلوا إلى الدوحة بشكل منفرد بين قوسين وبدون علم اللجنة، ودخلوا قطر عن طريق حصولهم على فيزا سياحية وليس عن طريق تطبيق هيا الفيزا المعتمد للبطولة أو المربوطة بالتصاريح الرسمية للبطولة. وتم اكتشاف هذا الموضوع اليوم أن اللاعبين موجودين مع الفريق وبدون تصاريح، وقد قمنا بإبلاغ البعثة قبل ذهابهم إلى الملعب بنصف ساعة، وهذا طبعا ممنوع. طلبنا منهم ينتظرون حتى تقوم اللجنة بإخراج تصريح ويتم إلحاقهم بالباص إلى الملعب.